بتبتدي الحلقة التانية وبنعرف إن أصدقاء حسن الصباح اللي كانوا قاعدين معاه وتعاهدوا وهم صغيرين على إنهم يساعدوا بعض في الانتصار على الظلم هما أبو علي التوسي وعمر الخيام، واللي وصل فيهم هو أبو علي التوسي واللي أصبح وزير أكبر دولة على الأرض. ولكن العهد ده والحسابات ممكن تتغير علشان حسن الصباح كان السبب في مقتل مؤذن أصفهان. ونشوف عمر بعد قتل الشيخ خارج يهرب والبنت جارتهم بتشوفه. بعد كده المشهد بيروح لحسن الصباح وهو قاعد مع أصدقائه علي التوسي وعمر الخيام، وتدخل عليهم الخادمة وبتقول لأبو علي التوسي إن قائد الحرس مستنيه بره وبيقول له إن مؤذن أصفهان اتقتل وإن اللي قتله هرب وغالبا من الجماعة الباطنية. وقتها عمر الخيام بيقول لحسن الصباح مين يقتل مؤذن عجوز غير لو كان شيطان؟ فبيرد عليه حسن وقال له مش لازم علشان هو مؤذن عجوز إنه يكون ملاك. فرد أبو علي التوسي وقال لحسن إن حقيقة كل واحد في سيرته، لكن اللي حياتهم سر خفي هم الباطنيين. بعدها على طول حسن بيرجع بيته وبيدور على عمر اللي قتل الشيخ، فمراته بتقول له إنهم هربوه بعد ما لبس من لبس الجارية وإن الجنود فتشوا البيت. وبيقول حسن لمراته إنه لازم يسافر مصر وبتكون عايزة تروح معاه، ولكنه بيقول لها إن ده خطر وبتصر إن هي تروح معاه وبيسافروا فعلا وبيوصلوا لمصر. وبنشوف الجندي ابن المؤذن اللي اتقتل وبيقرأ لوالده الفاتحة، وبتيجي جارته فبيقول لها انه معدوش مكان في اصفهان وانه نوي انه يكون مجاهد. والناحية التانية حسن الصباح بيوصل للمكان اللي رايحه وبتكون المنطقة اللي هو فيها مليانة ناس ميتة وبيتم حرقهم. وزوجته بتسأله وبتقول له ايه اللي وصل للناس لكده، فقال لها كل ده علشان منسوب النيل قل وما بقاش في زراعة او حياة. وبنعرف ان هما في مجاعة وبيبقى في ناس مشنوقة، ونعرف انهم حرامية والاهالي عملت فيهم كده وكانوا بياكلوا اي حاجة قطط وحمير. وفي الوقت ده بيجي واحد وبيعرض على حسن كلب ب5 دينار. الراجل اللي مع حسن بيحذره من خروج اطفاله للشارع علشان ممكن ياخدوهم وياكلوهم، وبيبقوا كلهم ماشيين مرعوبين وبيبقى جاي عليهم ناس. فالراجل اللي مع حسن بيزقهم بخشبة وبيقول لحسن انهم موبوئين وانه ما يلمسهمش. وهم ماشيين بتهجم عليهم مجموعة من الشباب، فالراجل بيرمي لهم شوية بلح وبيتخانقوا عليه وبيوصلوا المكان اللي هيقعدوا فيه. وبنشوف الوزير بدر الدين الجماري وزير الدولة الفاطمية بيكون زعلان على حال مصر وبيقول للمساعد بتاعه انه يشيل كل الذهب اللي على باب القصر الخلافة ويسيحه ويبيعه ويجيب بيه اكل للناس. فبيقول له المساعد ان باب القصر هيبة قصر الخلافة، فبيرد عليه الوزير وبيقول له مفيش هيبة والشعب جعان وبيأمره ينفذ الامر. ونشوفهم وهم بيشيلوا الذهب وبيجي الامير نزار وعليه عهد الخلافه الفاطميه ومش بيكون عاجبه الوضع. ونروح لحسن الصباح وكان بيقفل كل الشبابيك بتاع البيت وينبه عليهم ان محدش فيهم يخرج من البيت. فجأة الباب بيخبط فبيقول لمراته وولاده يدخلوا جوه وبيلاقي جنود بيقولوا له انهم عايزينه معاهم. بعد كده بيدخل عليه الوزير وبيستجوبه عن سبب زيارته لمصر، فبيقول له انه جاي يقابل الامام، فبيرد عليه وبيقول له انه مستحيل يخليه يقابله. فحسن بيقول له انه واخد عهد من ابن العطار، فيرد عليه وبيقول له انه غريب وما يقدرش يأمن له، وبيكونوا عارفين انه صديق وزير السلاجقة وبيقول له ارجع. ولكن حسن الصباح بيأثر على الوزير بالكلام وبيخليه يوافق انه يقعد في مصر، ولكن مش هيقدر يقابل مولانا الامام. وبيأمر الجنود يرجعوه لبيته، والأمير نزار بيشتم الوزير بدر ويأمره إنه ينزل من على حصانه، فبينزل وبيحييه. اليوم التاني بنشوف ناس ميتة في كل مكان في الشارع، وبنشوف الوزير وأسرته بياكلوا كلهم من رغيف عيش واحد وبيقسموه على بعض. وعمر الخيام كان ماشي في المدينة بيلاقي مجموعة بيضربوا واحد علشان فيلسوف ونعتوه بالكافر، وكل ده عشان كان من أتباع ابن سينا. فعمر الخيام وقتها بيترحم على ابن سينا فبيتهموه إنه زيه فبيسيبهم وبيمشي. بعدها بيروح قصر لملك، والملك بيقول له إنه مسموح له إنه يكتب شعر وإنه يكون فيلسوف، ولكن ده داخل حدود القصر فقط. والمشهد يروح على ملك دولة السلاجقة وبيجيب حاكم قلعة كان بيحاول يفتحها وكان بيقاوم، وكان بيعاقبه على مقاومته دي وبيأمر الجنود انهم يربطوا اطرافه في 4 أوتاد ويشدوه. فبيقول له لو انت فارس حقيقي بارزني. فعلا الملك بيوافق وبيقوم علشان يبارزه. وبعد قتال عنيف بيموت الملك، ولكن ولي العهد بيقتل الحاكم. وبنروح تاني لعمر الخيام وهو بيتجول في القصر وبيسمع صوت بنت بتغني وكان صوتها جميل جدا، فبيمشي ورا مصدر الصوت ولما بيلاقي البنت بيغازلها
فبتقول له ان الملك لو عرف هيقطع راسه، وبيقول لها انه ضيفه، والجنود بيشوفوه ويقولوا للملك، والملك بيستدعيه وبيلومه على اللي عمله. فبيقول له عمر الخيام ان صوتها هو اللي جذبه ليها، فبيقول له الملك ان دي جاريته المفضله واحب الناس لقلبه. وقتها بيعرض عليه عمر انه يخرج هو والجاريه من القصر، وقصاد ده هيعمل له كتاب انجازات علشان يقراه الشعب ويقدروا العدل والامان. فبيوافق الملك. وفي الناحيه التانيه حسن الصباح بيمشي في شوارع القاهره، ويكون في جندي بيراقبه، ولكن بيقدر يزوغ منه، بس بيلاقي جندي تاني بيكمل المراقبه. وبيروح بيته بيكون قاعد متضايق من طريقه معاملته من جانب الوزير، وبيقول لمراته انه راح الازهر وعرف ان الوزير ونزار مش بيحبوا بعض، وان الوزير مجوز بنته لابنه الخليفه الصغير، والخليفه صحته مش في احسن حال وبيبقى خايف انه ما يعرفش يقابله. ومراته بتقول له ان الستات هم اللي بيحركوا الكون كله. تاني يوم بنشوفها بتروح تتكلم مع ام الخليفه، وبتقول لها انه جه مصر راجل من النوع اللي بتدور عليه، وهي بتقصد بكده انه بيقدر يعرف الغيب وبيعرف اشياء تانية. فبتقول لها لو بيكذب ام الخليفه بتقتل الكذاب، فبتطمنها وبتقول لها ان هو مش بيكذب وكمان مش بياخد فلوس، وبتقول لها ان هو كل يوم بيمر من جنب القصر اللي هي فيه. تاني يوم بيكون حسن الصباح معدي، وبتوقفه وبتعرفه بنفسها، وبيدخل وبيسالوه ان كان يعرف الغيب ويفسر الاحلام ولا كذاب ومخادع، وبتحذره انه لو طلع كذاب هيقتلوه. وبنشوف الست اللي قاعد معاها بتقول له ان هي شافت رؤية وعايزاه يعرفها لوحده ويفسرها من غير ما هي تحكي له اي حاجة، وفعلا بيقدر وبيقول لها على الرؤية وبيفسرها كمان، وبتكون عاجزة فبياخد ايديها وبيقومها وبتقف. ولما بتسأله على المكافأة اللي هو عايزها فبيقول لها انه عايز يقابل المستنصر بالله، وبتخلص الحلقة على كده.